آية واحدة لو سمعتها من غير ما تفهمها ممكن تحسسك إن الدنيا كلها تعب في تعب وإن مفيش راحة جاية، بس لو فهمتها صح هتخليك راضي ومطمن وبتقابل أي صعوبة في حياتك بقلب ثابت. اسمع كده بقلبك قبل ودنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني إيه يعني؟ يعني يا إنسان أنت في رحلة تعب، سعي ومجاهدة ومحاولات وسقوط وقيام، وكل ده ماشي في اتجاه واحد، ناحية ربنا، مش ناحية الفلوس ولا ناحية الناس ولا ناحية مكانة، ناحية ربنا. يعني كل تعب تعبته في حياتك مش بيضيع في الهوا. إن كان تعبت عشان تجيب رزق حلال، أو صبرت على مرض، أو استحملت ضيق مادي، أو قاومت شهوة عشان ترضي ربنا، أو كتمت غيظك، أو سامحت وأنت مجروح. بس خد بالك، الآية ما قالتش كدح للخير بس، قالت كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني كل سعي إن كان في الخير أو في الشر هتقابله يوم ما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. تخيل كده معايا المشهد ده، انك تقابل ربنا وتلاقي حياتك كلها، تعبك، دموعك، صبرك، ذنوبك، نيتك، كله متسجل ومفيش حاجة راح. عايز اقولك انت مش مطلوب منك تسيطر على النتائج، انت مطلوب منك تسعى بس. وربنا سبحانه وتعالى قالها واضحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني سعيك متشاف وتعبك متقدر وحقك مش هيضيع. فلما تتعب في طاعة، لما تغلب نفسك، لما تصبر وانت مش قادر، افتكر انك مش بتتعب على الفاضي، انت بتتعب في طريق اخر اللقاء مع رب كريم شايف تعبك وعارف ضعفك وما بيضيعش عنده اي مجهود. فاسعى، اسعى وما تشيلش هم النتيجة خالص. احنا هنا بنزرع للآخرة، واللي يختار ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيكفيه دنيا وآخرة. وبس كده، ما توقفش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.